بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. تؤكد القوات المسلحة اليمنية اتخاذها كافة الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن العزيز، وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 15 من رجب 1445 للهجرة، الموافق 26 من يناير 2024. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.